السلام عليكم. عمرك حسيت بصداع تقيل حوالين العينين أو الخدين وكأن وشك مخنوق ومش قادر تتنفس؟ ممكن يكون السبب هو التهاب الجيوب الأنفية. الجيوب الأنفية دي فراغات صغيرة موجودة ورا الخدين والأنف والحاجبين، تغطى بغشاء مخاطي بيساعدنا ننظف الهواء اللي بندخله ونطرد أي جراثيم منه. بس لما الجيوب دي بتلتهب وتورم المخاط بيتحبس جواها، وده اللي بيسبب الألم والضغط اللي بنحسه. طب إيه أنواع التهاب الجيوب الأنفية؟ التهاب حاد بيجي فجأة بسبب دور برد أو فيروس وبيتحسن في خلال 10 أيام، وممكن يكمل معاك لحد 4 أسابيع. التهاب شبه حاد ده بيطول شوية من شهر لحد 3 شهور، وغالبا بيكون بسبب بكتيريا أو حساسية. المزمن الموضوع بيتجاوز ال3 شهور أو يتكرر 3 مرات أو أكتر في السنة. في الالتهاب المتكرر ده 4 مرات في السنة، وكل مرة مدتها أكتر من أسبوع. وكمان عندنا الجيوب الأنفية الفيروسي اللي بيشبه البرد وعادة بيروح لوحده، والبكتيري اللي بيخلي المخاط لونه أصفر أو أخضر وده بيحتاج مضاد حيوي. وفي نوع اسمه الجيوب الأنفية التحسسية وده بيظهر مع الحساسية الموسمية، ده اللي بتيجي ما بين تغيير الفصول وبعضها بسبب التراب أو المهيجات تلوث أو قعدت مثلا جنب حد مدخن. طب إيه الأعراض اللي هي المتداولة أو المشهورة؟ انسداد أو سيلان في الأنف، صداع وضغط في الوش، فقدان مؤقت لحاسة الشم والتذوق، كحة، التهاب في الحلق بسيط، أوقات سخونية وريحة نفس مش لطيفة، وده بيرجع بسبب الإفرازات بتاعة الأنف. أوقات في الحالات المزمنة بيحصل تطور ويسبب بلغم شديد، والبلغم ده بينزل على المعدة وبيسبب مشاكل في المعدة. لازم نروح لدكتور لو الأعراض بتسوء بعد ما بتتحسن أو كملت معاك أكتر من 10 أيام أو الحرارة عالية. طب إيه العلاج اللي ممكن نستخدمه؟ معظم الحالات بتتحسن لوحدها من غير أي مضاد حيوي، لكن تقدر تساعد نفسك ببخاخ محلول ملحي، ده بينظف الأنف كويس جدا، استنشاق بخار، تشرب سوائل كتير، راحة كافية، والحاجات دي تكون مؤقتة يعني بتبقى شوية وترجع تاني وبتبقى محتاجة تتكرر كذا مرة. أو مسكنات بسيطة، مزيلات احتقان من الصيدلية. مزيلات احتقان دي زي أدوية الحساسية. أدوية الحساسية عموما لو استمر الوضع الدكتور ممكن يديك مضاد حيوي أو بخاخات. البخاخات دي تبقى مع الحالات اللي عندها مشكلة أكتر أو بيحصل لها تضخم في الغضاريف. البخاخات دي يكون فيها نسبة كورتيزون بتعمل انكماش للغضاريف نفسها وبتقلل الالتهاب، فبيبقى فيه تنفس بطريقة سهلة شوية. زائد علاج الحساسية، أمثلة زي كلاريتين، الفيكسون، تلفاست. الحاجات دي حاجات بتبقى كويسة قوي للحساسية مع البخاخات. في مسمياتها ضيق في التنفس بسبب افرازات المناخير اللي هو المخاط، بناخد مطهرات للمعده لو الافرازات دي وصلت للمعده. في شويه تعليمات صغيره جدا محتاجين نقولها قبل دخول الشتاء. لو تقدر تاخد لقاح الانفلونزا حاول تاخده، ده هيجنبك من كل مهيجات الحساسيه. لازم نبعد عن التدخين، الناس اللي بتدخن، عن اللي هم يبقوا حواليك المالين في كل مكان. هنبعد عن الاماكن اللي فيها هواء تراب، او ابسط ما فيها هنلبس كمامه لو احنا مضطرين ان احنا نبقى موجودين في الاماكن دي. ولازم نحافظ على الترطيب. هتحافظ عليه ازاي؟ هتشرب ميه كتير على قد ما تقدر وسوائل. ميه والسوائل بتساعد على ترطيب الجسم، وفي حالات متاخره جدا بيحصل لها تدخل جراحي. ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان